المستشار الاقتصادي أحمد خزيم رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة. يعني المشروعات اللي موجودة على قناة السويس أو شريط قناة السويس مهمة جدا، حتى لو هي استثمارات مستثمرين من الخارج، لكن وده طبعا بيعمل عائد دولاري لخزينة الدولة، لكن أكيد في استفادة تانية يا فندم. نمرة بقى واحد ان احنا بنقول ايه؟ بنقول يعني العمالة هتبقى من العمالة المصرية على الاقل في الاول، هتبقى مش بنفس الكميات، لكن مع توسع هذه الشركات فيبقى معناها انك انت يعني كل المصانع دي بتعمل مراكز تدريب جنبها عشان تحسن من الاداء التحويلي للافراد. مش هتجيب افراد من فرنسا ومن المانيا، لكن هتستخدم العماله المصريه بعد ما تدربها. اذا هيبقى عندي عماله هتبدا تتدرب على اعلى مستوى، وده يجب ان الدوله تلتفت اليه، انها تبدا تعمل مدارس او فنيه تناسب هذه النوعيه من الصناعات. احنا ما عندناش مدارس فنيه فيها لحام ارجون وستالين واكسجين ولحامات، وده صناعه مهمه. يبقى يجب النهارده برضه يبقى في رؤيه، هي الشركات دي بتعمل مراكز تدريب ليها، تمام، وهتاخد الشباب المصري وعلى مدار 5 سنين هتطلع كفاءات زي صناعه الحديد والصلب. بعد ما طورناها بالبليت والنهارده بتبقى في مراكز تدريب. والنهارده انا مش عايز اقول لك حجم المرتبات شكلها ايه في المصانع اللي بتنتج حديد التسليح وهكذا يعني. النهارده برضو الشركات اللي هتعمل تصنيع الالواح هتدخل لك تقنيه جديده، وبالتالي هتلاقي انت مع توطين الصناعه بتستقطبي عماله من نوعيه خاصه، ولكن يجب على الدوله انها تعيد النظر في التعليم الصناعي والزراعي، لان زراعه الصوب النهارده تختلف عن الزراعه بتاعت الارض الطبيعيه. لازم يبقى في مجهود دبل. يبقى نمره واحد هتجذب لي عناصر جديده من الشباب في نوعيه معينه من الصناعه. اتنين، انها النهارده بالتاكيد المجتمع اللي هيبقى حواليها بتاعها هيبدا يوفر لها بعض الصناعات المغذيه، فهيسمح بخلق مجتمع عمراني صناعي جنبها، زي الكرتون، زي الليبل، زي المسامير، يعني ان تتعدد الاشياء. استخدام طبعا مش هيبقى محتاج استيراد. نمرة 4 و5 انه هيتمدد. الطبيعي انه احنا شطار، يعني زي كده ما توشيبا العربي لما منى محمود العربي بدأ ياخد التقنية ويحطها في بنا وأكبر مصنع، وبدأ ينتج كل الأشياء، بدأت تبقى في مجموعة مصانع ثانية. ده هو اللي احنا بنقول عليه توطين الصناعة والصناعات المغذية. الحاجة الثانية انك انت النهارده تستطيع انك تبقى على شراكة بعد شوية مع دول ثانية من باب المنافسة، طالما بقى عندك العنصر المادة الخام وعندك العمالة وعندك السعر الرخيص. وده اللي قلنا الاستفاده من التعويم، ان انا دايما هيبقى الدولار زي ما هو دولار في بلده، لكن هنا بيتحرك من 20 30 40 50 وانت ماشيه كده حتى الان. وبالتالي تبقى هنا الاصول رخيصه، حتى الاجر رخيص. يعني لو بيدي للعامل دولار بره غير لما يدي دولار داخل مصر. اذا هتبقى تكلفه العماله عنده اقل، هتعمل لي كمان اضافه لمداخيل الناس، بس عايزه هدف قومي، يعني نبقى كلنا. يعني انت حضرتك الساده المستمعين عندك هيبقوا لاول مره يسمعوا عن هذه المشروعات اللي بتكلم عليها، اللي بدات. انا بكلمك على مشروعات بدات، اي نعم في البدايه، انما بدات، وكل مشروع عامل له بلان كبير جدا. فانت النهارده بعد تدريب الشباب ده بعد 5 6 سنين هيبقوا يعني فراوده في الشغلانه، وهيجي اجيال جديده واجيال بعدها. والمساله بالتبعيه بتبقى انت ايه المشكله عندك؟ انك تشغلي عماله، ان يبقى عندك بعد كده عماله على مستوى معين من الصناعه، فيقدروا يعتمدوا على نفس الصناعات دي، هتجيلها منافسين في نفس كل مهنه او في كل صنعه يعني. نمره 4 و5 انك انت النهارده ممكن تبقى مركز عالمي لصناعه من الصناعات تشتهري بيها، وليكن مثلا بتاعه الالواح الشمسيه، وليكن بتاعه البطاريات، وليكن الاسترات، وليكن بتاعه الشرايح زي ما بنشوف الخناقه اللي على تايوان وعلى دول من اللي هي في الهند، يعني اللي هي النهارده حجم تجارتها من بعض رقائق، تمام، مع توطين الخبره بتاعتها. تستطيعي تمارسي هذا الامر في اكثر من اشياء. لو نجحنا النهارده في الشركات اللي بتصنع
مجمعات الصوب والصوب المكيفه والصوب اللي هي دورين والحاجات دي نتيجه ندره المياه ونتيجه الصراع على الارض، تغزو افريقيا كلها وتجيبي منها مدخول غير عادي، غير انها اضافه لينا احنا في صناعه في العمليه الزراعيه، نستعيد تاني عندنا صحراء كتير، ومع تهيئه الاجواء لبعض الصناعات بعض الزراعات اللي حتى بتبقى اهميتها انها بتبقى طبيعيه ويبقى عليها الاقبال في التصدير عالي جدا، واحنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده، وتعتبر كانت هتغذي الصناعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر اللي اتكلمنا عند حضرتك عليه. فبالتالي الموضوع محتاج يعني اضاءه، ومحتاج اهتمام، ومحتاج مساعده الدوله، ومحتاج اخبار التعليم الصناعي والزراعي والفني. يعني قصه يجب انها ممكن تخلي مصر ورشه عمل كلها، خاصه وان معظم الحاجات دي بيعدي من قدامك 18,000 سفينه. يعني بتتكلمي النهارده في سوق جاي لغايه عندك في صناعات مثلا بتاعت المأكولات او غيره، او اللي احنا كنا بنتكلم عليها في كنت هسأل حضرتك فيه، يعني بغض النظر بس مش بس المأكولات، ايه المشروعات اللي ممكن الشباب الصغير يعني باستثمارات صغيرة جدا يبدأ بيها في المنطقة دي عشان يقدر يستفاد منها؟ كل مشروع من ده حواليه صناعه مغذيه. انا مضطر اشرح عشان الناس تفهم، عشان حضرتك برضه توصل للساده المستمعين. لو انا النهارده جبت ماركه شهيره من ماركات العربيات، هو بيجيب لي الموتور، يجيب لي الشاسيه، وبنبدا نجمع هنا. مش هيروح يجيب من هناك لا المسمار ولا الشامبر ولا الكاوتش ولا المسمار اللي جوه الكاوتش ولا مصنع المنسوجات. مش هيروح يجيب من بلده الكرتون، هتقام صناعه للكرتون، هتقام صناعه للفوم، هتقام صناعه لو لما بنيجي نتكلم النهارده على اللوجستيات، العامل بتاع الاسترين والحامل الاسترين والحامل الارجون والحامل الاكسجين ولمبه القطعيه المفردات، العامل اللي بيصلح الونش او الكرين او الحاجات اللي هي بتاعت المركب، كل ده او بيلف مواتير. كل دي صناعات مغذيه يستطيع اي شاب يبقى يفتح بتاع مسامير في وحدات صغيره بتيجي النهارده، زي الوحدات اللي عامله زي الميكروويف اللي بتعمل شاشه الموبايل، ودي بقت موجوده النهارده بيعملوا عليها الصيانات. كل الصيانات ممكن تصنعي الشاشه نفسها على حسب تاخدي موافقه تراخيص، واخد بالك. وبالتالي كل دي صناعات مغذيه. حتى لما بتتكلمي في الجزء بتاع الزراعي او الجزء بتاع البتروكيماويات، تاخدي منه كميات. لما بتتكلمي النهارده على صناعه الادويه، انت هيبقى ممكن تبقى في جنبك مصانع للغطاء بتاع ازاز الادويه، هيبقى في مصانع للزجاج، وعندنا الزجاج الدوائي ممكن يبقى في من يصنع. ده مصنع كان نشط جدا وكان ليه 7 مصانع في افريقيا، ممكن يستعيد تاني اللي هي ابوات الزجاج. تمام. اللي الراجل اللي بيصنعوا الليبل ده اللي بيتحط على تاريخ الصلاحيه والحاجات دي، كل دي صناعات مغذيه يقدر يبدا بيها الشباب وتعمل له دوره تغذيه وحاجات كتير جدا. يعني لا يعني حسب كل نوع من الصناعه، واخد بالك. فبالتالي النهارده كل دي بنسميها المجتمع المغذي، وده اللي قامت عليه تايلاند وسنغافوره، انك بتجيب النهارده تراخيص بحاجه كبيره، اسم كبير، لكن الصناعات المغذيه حواليه هي اللي بتقيم من الصناعه وبتعمل مداخيل عاليه جدا، وفي نفس الوقت بتشغل مجموعه ضخمه جدا، وبالتالي هينتج عنه مجتمع عمراني. جنبه عندك اتساع في الصحراء، الناس مش هتبدا تتنقل، هتبدا تبني، والدوله تتدخل في هذا الامر، مثلا زي السويس الجديده، زي اسماعيليه الجديده، زي قريبه من هذه المناطق. يعني خلق مجتمع عمراني جديد كمان طبعا يعني. طبعا، لانه هيبقى ارخص وهيبقى اوفر، وهيبقى كمان تمدد طبيعي وتوزيع جغرافيا، ما يبقاش فيه تركيز، وتبعد عن الارض الزراعيه. بكل تأكيد، بكل تأكيد. خلّينا نقول جملة كده أخيرة أو روشتة أخيرة كده يعني بالنسبة للشباب اللي لسه هيبتدي حياته، لإن أنت عارف كويس أوي يعني أي شاب دلوقتي محتاج مبلغ وقدره عشان يبتدي مشروع. لو قُلنا أقل المشاريع الصغيرة جدًا اللي يبتدي بيها سواء صناعي أو زراعي أو. بص يا استاذ اكرام، هي الاول قبل الشباب عشان يبقى الكلام واضح،
الدولة لازم مع الجهاز المصرفي، ولازم نستعيد تاني الاصل في الادخار واستخدام الادخار بتاعت ايداعات الناس في التنميه. فيجب يجب يجب حتى ولو بس يعني احنا دلوقتي في ظرف مش عايز اتكلم فيه مع صندوق النقد، لكن يجب ان يكون في نسبه تحدد ولو بالقانون من ايداعات البنك المركزي في الاحتياطي بتاع البنوك التجاريه المصريه، انه نرجع تاني لتمويل بنسب 5. ما اقدرش ادي واحد تمويل ب 30%، لازم ارجع لنسب ال 5%. ولازم يبقى في شريحه مهمه جدا، الدوله التي لا تستخدم مدخراتها في التنميه، تمام، دوله يعني مش قادره تفكر بشكل صح. هذا القطاع ولو بقانون يصدر انه يبقى عندي النهارده القطاع الصناعي، لان ما فيش شاب من ده مهما قلت الارقام صغيره هيقدر يعتمد فيها على مدخراته الا اذا كان في ظهره مؤسسه او جهه ماليه بتدعم ده بكل تأكيد. بالقدر اللي يسمح له انه ما يتعثرش. ولذلك انا من خلال منصه حضرتك بأناشد وزاره الماليه والبنك المركزي اعاده تمويلات ال 5% للانشطه الصناعيه للشباب، لانه ده اللي هيقدر يعمل ناتج محلي ويقدر يكبر رواد الاعمال. فبالتالي ما حدش يقول لي ان انا النهارده هجيب شاب مهما حصل. الحاجه الثانيه يجب انه الاراضي القريبه من هذه المناطق اللي احنا بنقول عليها باكوره الانتاج والمناطق الحره، يجب ان الدوله لا تسعرها بالنسبه لابناء البلد الا بمساله رمزيه عشان تخلق هذه المجتمعات. فيبقى انا هو بياخد الارض بسعر قريب رخيص ومعاه تمويل، تمام، هيقدر يقيم نشاط وشبابنا زي الفل. انما ما غليش انا عليه المدخلات والارض، وكمان في نفس الوقت اقول له لازم يبقى في تيسيرات. اهو كده. على كل هيعود على الدوله بايه؟ انه هيرفع من على كاهله فرص عمل للناس، طبعا. فالناس تعرف تستفيد. ونمره 2 هيبقى في ايديها مداخيل او يعني عوائد فتقدر تشغل السوق، وبالتالي بتاخد ضرايب. يبقى انا النهارده بشغل ولادي وبقى اضمن انه طبقه كبيره دي انها تبقى معتمده في على نفس الوقت اكون انا دورت العجله يعني. اهو كده بالظبط كده. وبالتالي النظره هي الحقيقه لازم تبقى متكامله، لكن انا يعني عشان عارف حضرتك ووقتك يعني واحنا بنحاول نشرح، لا هي محتاجه شرح تفصيل. احنا شرحناها قبل كده، لكن دلوقتي يبقى على ارض الواقع. ما يجراش حاجه ونفرد حلقات ان شاء الله في الفتره اللي جايه نتكلم فيها بشكل، وكمان نوجد لهم ازاي يسوقوا، وكمان ان احنا يبقى في خطه تسويقيه ازاي، لان اي حاجه. وانا وعد مني ليكي الحلقه ان شاء الله اللي جايه هجيب لك اسماء المنشآت بالكامل وعناوينها وان ازاي الشباب يتواصلوا معاها بإذن الله. المستشار الاقتصادي أحمد خزيم رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، أنا بشكر حضرتك جدا يا فندم.